تعبت من كتر الشغل ليل ونهار ومفيش فايدة. أكني مش بشتغل. الفلوس مش مكفية غير كام يوم في الشهر، وبقيت أيام الشهر كلها معاناة وقلق وتوتر. في حاجة غلط. مالك يا ابني؟ في ايه؟ مفيش. حاسس ان انا تعبان شويه، زهقان. ليه بس كده؟ قول لي في ايه يمكن اقدر اساعدك. حاسس اني زهقت، بشتغل كتير جدا بس مفيش فايده. فلوس المرتب بتتبخر كل اول شهر، وباقي الشهر كله عذاب وقلق وديون. مش عارف ايه الغلط في اللي انا بعمله. انت مش بتعمل حاجه غلط، بس انت بتشتغل عشان المرتب. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ما كلنا بنشتغل عشان المرتب، امال بنشتغل عشان ايه؟ انت بتقول اي كلام وخلاص. ما انا عارف اننا كلنا بنشتغل عشان المرتب، بس ما ينفعش يبقى ده هدفك الوحيد من الشغل. بقول لك ايه، ما تقلبش دماغي. انا مش فاهم منك ولا كلمة خالص. ما الشغل شغل. احنا كلنا بنشتغل عشان المرتب، امال بنشتغل علشان ايه؟ انا مش فاهم منك ولا كلمة خالص. لا طبعا، في شغل يجيب لك فلوس المرتب وخلاص، وفي شغل يغير طريقة تفكيرك ويخليك تتعلم وتطور مهاراتك. يعني ايه؟ انا مش فاهم. يا صديقي، لازم يبقى هدفك من الشغل انك تطور مهاراتك وتزود قدراتك. ساعتها بس قيمتك بتزيد مع الوقت، وبالتالي دخلك يزيد ووضعك يتحسن. مش مجرد انك بتشتغل عشان تقبض كل شهر وخلاص. اه، تفتكر هي دي المشكلة؟ انا عمري ما فكرت كده بصراحة. يا عزيزي، عشان تبقى غني، الغنى بيبدأ من طريقة تفكيرك مش من جيبك. لازم تستثمر في نفسك الأول وتزود من مهاراتك وإمكانياتك وقدراتك. السؤال ده بالظبط هو أساس كتاب الأب الغني والأب الفقير. تعال أقول لك ليه. كتاب الأب الغني والأب الفقير كان بيتكلم عن فكرة بسيطة جدا بس تأثيرها خطير. الأب الفقير كان دايما بيقول: ذاكر كويس واشتغل في وظيفة ثابتة وخليك في الأمان. بينما الأب الغني كان بيقول: اتعلم وجرب واغلط وتعلم الفلوس بتمشي ازاي. الفقير بيسأل دايما هقبض كام، بينما الغني بيسأل دايما هتعلم ايه، واللي هتعلمه ده هيخليني اعمل فلوس ازاي بعدين. المشكلة مش في كتر الشغل او قلته، المشكلة في طريقة التفكير وتطويرك لنفسك ومهاراتك. والسؤال المهم، انت بتشتغل عشان الفلوس ولا بتتعلم عشان تخلي الفلوس تشتغل عندك؟